قصتنا اليوم بإذن الله عن نبي من أعظم أنبياء الله وأضخم البشر الذين خلقهم الله على وجه الأرض. قيل إن الملائكة كانت تفزع من رؤيته، وإن إبليس لعنه الله كان أشد المخلوقات خوفا منه وكرها له. فمن هو هذا النبي الجليل؟ وما هي قصته؟ ولماذا كان الشيطان يخاف منه بشدة؟ تبدأ القصة عندما أراد الله عز وجل أن يخلق الكون الواسع والعالم الكبير. أعلن سبحانه للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، فبدأ بخلق السماوات والأرض بقدرته، كما قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ثم استوى إلى السماء وهي دخان وزينها بالكواكب والنجوم، وبعدها خلق الأرض ودحاها وأرسى الجبال، واستغرق ذلك 6 أيام ليعلم عباده التريث والتمهل. خلق الله آدم عليه السلام من طين، وكان جسده أجوفا ملقى على الأرض لفترة طويلة، مما أثار خوف الملائكة وفزع إبليس الذي كان يمر بجسد آدم ويقول: لقد خلقت في آدم. تحول إلى كائن حي، فبدأ بالعطاس فقال: الحمد لله، فأجابه الله: يرحمك ربك. أمر الله الملائكة بالسجود لآدم تكريما له، فسجدوا جميعا إلا إبليس الذي تكبر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرده الله من رحمته وجعله شيطانا رجيما. أسكن الله آدم وحواء الجنة، لكنه حذرهما من إبليس، إلا أن الشيطان أغواهما فأكلا من الشجرة المحرمة، فأنزلهما الله إلى الأرض ليعيشا حياة الكدح والمشقة. نزل آدم في الهند وحواء في مكة، وظلا يبحثان عن بعضهما حتى التقيا عند جبل عرفات. بدأت حياتهما على الأرض بزراعة الحبوب وصناعة الخبز بعد أن علمهما الله الزراعة والطهي. ظل آدم وحواء يعيشان على الأرض ويتوبان إلى الله حتى غفر لهما. وتحدث آدم وحواء بالعربية التي يقال إنها أصل اللغات، وتطورت منها اللغة السريانية التي كتبت بها الألواح. مرت السنوات ورزق آدم وحواء بالذرية، وكان بين أبنائهما قابيل وهابيل. أمرهما الله بتقديم قربان، فقبل قربان هابيل لأنه كان أفضل مما قدمه قابيل. اشتعل الحقد في قلب قابيل، مما أدى إلى أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، عندما قتل قابيل أخاه هابيل. توفي آدم عليه السلام بعد أن عاش 69 سنة، ودفن في مكان يقال إنه بجبل أبي قبيس في مكة، لكن ذلك غير مؤكد. ترك آدم إرثا من التوحيد وعبادة الله، وأوصى ذريته باتباع طريق الهداية. هذه القصة تحمل الكثير من العبر، مثل أهمية التوبة، التواضع، وتجنب الحسد.